السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة نجوم ومشاهير. المرجو الاشتراك والضغط على جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. أفرج الفنان سعد المجرد اليوم الأربعاء عن جديده الفني والذي حمل عنوان قولي متى، وجمعه بالنجمة الهندية شريا غوشال. وشارك المجرد مقطعا من أغنيته عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، أرفقه بتعليق: كانت رحلة جولي ماتا جميلة بالنسبة لي، وأنا سعيد جدا لأنني تمكنت أخيرا من مشاركة جزء من قلبي معكم جميعا. كما كشف سعد المجرد أن الأغنية متاحة على القناة الرسمية للشركة المنتجة بلايت دي ام اف. وفي سياق آخر، اختار الفنان والموسيقار نعمان الحلو النجم سعد المجرد بدلا من الديفا سميرة سعيد، وذلك في رده على سؤال من أوصل الفن المغربي للخارج. واعترف الفنان نعمان الحلو أثناء حلوله ضيفا ببرنامج السؤال الصعب عبر قناة سكاي نيوز أن الفنان سعد المجرد هو من أوصل وعرف بالفن والموسيقى المغربية بالخارج. وقال الفنان نعمان الحلو: قلت من قدم أكثر للفن المغربي وليس العربي، ولا زلت عند جوابي سعد المجرد، ومن بعده أسماء المنور. وأجمع عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام على أن رأي الموسيقار نعمان الحلو في محله، نظرا لأن الفنانة سميرة سعيد قدمت أعمالا عربية وليس مغربية. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم فضلا وليس أمرا. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.